السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لطفة من قناة شوات لطيفة. في فيديو ديال اليوم ان شاء الله جوج الوصفات. نقدموا سمك السردين في الفرن بطريقة رائعة يعني بدون قلي. تابعوا معي ان شاء الله الفيديو الى الاخر. مرافق لسمك السردين غيكون طبق العدس بطريقتي الخاصة ان شاء الله. ونبداو على بركة الله. اول طبق سمك سردين. نحتاجو كمية، عندي هنا كيلو سردين بطبيعة الحال نغسل ونقي، يعني ما باش نضيع الوقت في يعني نطول الفيديو بالطريقة تاع الغسيله معتاده وسهله. نحتاج له واحد تقريبا 2 معالق ديال الليم معصور مزيان، يعني دائما الليم او الحامض يعني كيجي تماما مع الاسماك. غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه صغيره يعني مملوءه، يعني دائما الكميه يعني كتبقى نتاع المكونات اللي كترافق المكون اللي غنخدموه دائما كتبقى على حسب يعني شحال ما كثرتو غتكثروا التوابل، شحال ما قللتو غادي بطبيعه الحال يكون داكشي ناقص. هنا درت تقريبا ملعقه ونصف نتاع الثومه محكوكه، ضفت لها سكينجبير، يعني غنضيف الفلفل الاحمر او التحميره او بابريكا يعني لها اسماء عدة أسماء. أيضا غادي نحتاج واحد الكمية من القزبر المطحون، يعني كيعطي مذاق زوين بزاف. كما غتشوفوني ما عادش نضيف يعني قزبر طري، فقط اكتفيت بهاد اليابس المطحون. هنا ضفت تقريبا راس معلقه ديال الفلفله حاره، يمكن لكم تفادوها، يمكن لكم تعوضوها بواحد النقيطه تاع الهريسه. هنا ضفت الكمون البلدي، يعني كميه لا باس بها، الكمون كيجي مع السمك. وكيبقى داكشي اذواق. هنايا ضفت القليل من الملح. في هاد الاثناء غادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت عاديه، يعني ما نضيفوش زيت الزيتون، حيت غادي من ندخلو في الفران غادي يطلق الريحه، وزيت الزيتون ما خصهاش بحال طيب. هنا درت 2 ديال المعالق ديال الخل الابيض، باش يطلق ليا شويه الشرموله. صافي هذا مكان غادي نبقى ناخذ كل حبه ديال سردين ونحاول نضغط عليها في الوسط باش ندخل فيها هاد الشرموله هكا نصها مثلا نكمل الكميه كلها. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال السردين، اول شيء انا غادي نستعمل المخله رقيقه، يمكن لكم ديروا السميده رقيقه او الدقيق الابيض. وغادي ناخذ واحد 2 معالق تقريبا ديال الزيت، كافيين باش اننا ندهنوا بهم الطاوه او الصينيه اللي غندخلوها الفرن. بهذا الشكل هكا نحاول نسرح يعني الزيت في الصينيه مزيان. وغادي نستف السمك ديالي من بعد ما نكون مرمداه في هاد النخاله. وكم يعني هنا للاشاره يعني كتوضعوا هاد الطريقه هذه، يعني عمليه بزاف، كتخلي البلاصه نقيه، كتسهل عليكم احسن ما كتبقاو ديروا وحده بوحده. يعني راه الصوره كتوضح راسها براسها. يعني كناخذ واحد الكميه ونوضعوها في الوسط ديال البلاستيكه. صافي كتجمعوا البلاستيكه وكتحاولوا تدخلوا فيها شويه ديال الهواء باش تبون باش شويه، باش يعني تليق لكم انكم تديو فيها وتجيبوا، باش الحبات ديال الحوت غادي يجيو كلهم مقادين مرمدين يعني في هذه النخاله مزيان. فقط كنشدو كنفضه خفيفه باش يطيح داكشي زايد، وكما شفتوها هي كيجي رائع وسهل، يعني ما كياخذش حتى الوقت باش كديروا كل حبه بوحدها. يعني بهذه الطريقه هكا تكملوا الكميه كلها في واحد الوقت قصير. من بعد ما كملنا كل الكميه نتاع السردين كما شفتوا، يعني كتجي كل حبه يعني يعني ما معجنه ما حتى شي حاجه. صافي غنحاول نستفهم في هذه الصينيه بشكل دائري. حاولوا ناخذ الحبات اللي كيكونوا شويه كبار في الجوانب، واللي بقات شي حبات صغيره نديرهم في الوسط باش يشد لي الشكل ديال
ونوضعوهم في الفرن. نوضعهم في الاول فوق، يعني نوضعوهم في الفوق، نشعلوهم واحد 5 دقائق ولا اقل، وكنطفيو كنخلي النار غير من تحت حتى كنشوفوا ان السمك تحمر لنا ديال باش اننا نشعلو الفران عليه في الاول، يعني واخا كيكون شاعل من التحت كنشعلو من الفوق باش في التالي كيجينا رطب، ما كيجيناش يابس وقاصح في الفران. كما شفتوا يعني كنحركوا فيه كنتاكدوا بانه يعني راه ما لاصقش. صافي غادي ننزلو دابا لتحت باش تعطينا اللون الذهبي ديال الحوت، وهذا ما كان. ومن بعد ما خرجناه من الفران يعني كيجي بحال قليناه، كيجي اكثر من رائع، يعني نتيجه مرضيه. هنا غادي نحاول نقلبو لكم باش نتاكدوا انه ما كيلصق ما حتى شي حاجه. فقط غنرجعوا دابا على اللوجه ديالو باش ان شاء الله نتلاقاو في شكل التقديم النهائي مع باقي الاطباق. وبالنسبه للطبق الثاني اللي غيرافقنا السمك سردين العدس، غني عن التعريف طريقتي البسيطه وسهله، خصوصا الناس المبتدئات يعني ما يحصلوش نهائيا في الطياب ديال العدس. نغسلوه بطبيعه نقيو ونغسلوه ونوضعوه في طنجره الضغط. كما شفتوا وضعت في الخلاط هنايا حبه بصله ومطيشه وشويه ديال المعدنوس، انا نخلطوهم في مره كلهم، وغادي نوضعهم بهذا الشكل هكا فوق من العدس. يعني كتبقى كل واحد بالطريقه ديالو، وهذه كتجي يعني طريقه اسهل. غنضيف تقريبا واحد الملعقه ونصف ديال الثومه محكوكه، ونضيف باقي التوابل تقريبا نفس هاد التوابل تاع الشرونه تاع الحوت، الملحه، زرعه القزبر مطحونه، تحميره. غادي نضيفو الفلفله حاره والكمون البلدي وشويه ديال السكينجبير. غنضيفو هنا زيت الزيتون، بهذا الشكل هكا، وغنضيف كميه ديال الماء الكافيه اللي غيطيب لي. يعني الا كان العدس ديالكم دغيا كيطيب راه ما كياخذش كميه كثيره تاع الماء، ما كياخذش الوقت كثير ديال الطياب، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا. بالنسبه للطبق ديالنا النهائي ديال سمك السردين اللي وضعناه في الفرن، كيجي طريقه يعني رائعه جدا، يغنيكم عن الزيت وعن القليان. فقط كتوضعوه في مره وكيتحصلوا على النتيجه المرضيه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وجربوه، وانا على يقين انكم غتحصلوا على النتيجه اللي غترضيكم ان شاء الله. وكتبقى هذه وجبه رئيسيه كتجمع ما بين العدس وايضا السمك السردين. العدس كيطيب بطريقه يعني عاديه، كنضيف له فقط شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، وهذا مكان. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش جيم وتفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بجديد القناه. والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.